فهننط بالتاريخ شويه من سنه 56 لسنه 67، وتحديدا في ليله 5 يونيو سنه 67 تم اسر الغواصه الاسرائيليه تنين، وعلى اثرها تم اسر مجموعه من الضفادع البشريه لجيش الاحتلال الاسرائيلي، واللي كانت نزلتهم الغواصه لمهاجمه قطع الاسطول المصري في ميناء اسكندريه، واللي بالمناسبه اتقبض عليهم في قلعه قايتباي. وفي نكسه 67 عزيزي المشاهد قدرت القوات البحريه ان هي تحافظ على نفسها وما حصلهاش اي حاجه في النكسه. وبعد نكسه 67 عزيزي المشاهد كلفت المدمره ايلات انها تقوم بدوريات على طول الساحل الشمالي لسيناء، وزي ما انت عارف عزيزي المشاهد ان دايما الصهاينه مستفزين، فكان كل شويه المدمره ايلات تخش المياه الاقليميه المصريه وتخرج، تخش وتخرج كنوع من الاستفزاز وفرض العضلات. وفي حوالي الساعه 9:30 مساء يوم 11 يوليو، يعني بعد حوالي شهر عزيزي المشاهد من نكسه 67، اكتشفت اجهزه الرادار في قاعده بورسعيد البحريه ان في هدف متحرك اتجاه 68 درجه على مسافه 18 ميل بحري. وبعد تحليل الموقع